سمعت عن الانجن فلاش؟ اكيد. هو ببساطه ماده تنظيف بتتحط على زيت الموتور القديم قبل ما تغيره، وتشغل الموتور على السلنسيه لمده كام دقيقه علشان الماده دي تنظف الاوساخ والرواسب اللي موجوده جوه دوره الزيت. وبعدها بتفتح الطبه وتنزل الزيت القديم كله وتقفلها وتحط الزيت الجديد وشكرا. تخيل بقى ان لو الماده دي انت استخدمتها غلط ممكن تدمر موتور عربيتك حرفيا. كمل بقى معايا الفيديو وانا اقول لك تدمر الموتور ده ازاي. انا طارق صلاح وده الجراج. المشكله فين؟ المشكله ان لو الفلاش ده اتعمل غلط. طب ازاي يتعمل غلط؟ الفلاش ده بيحرك الرواسب اللي كانت ملزوقه ومركونه من زمان، ولو الرواسب دي ما اتحركتش كويس ممكن تسد المزانق او المجاري بتاعه الزيت او الشبكه اللي بتبقى على ترمبه الزيت من تحت. ساعتها الموتور ممكن يعتل من قله الزيت ودي كارثه. تاني حاجه، لو الموتور اصلا قديم والجوانات اللي هي اصلا تعبانه اتعرضت لمواد التنظيف دي هتبدا تسرب زيت بعد ما تحط الزيت الجديد، فتبقى انت عملت مشكله من لا شيء. لان الفلاش ممكن ينظف حاجات كانت قافله اماكن للتسريب من سنين، رواسب مترسبه على الجوانات وقافلاها، الرواسب دي اتشالت فالجوانات هتفتح على البحر فتلاقي موتورك بعدها بيرشح زيت. ثالث حاجه، ترمبه الزيت مصممه ان هي تزق زيت بلزوجه معينه، والفلاش ده بيكون خفيف جدا زيه زي الميه وبيقلل من درجه لزوجه الزيت بعد ما يتحط. فلو فضلت مشغل الموتور اكتر من 5 دقائق او اكتر من المده يعني اللي متحدده على الماده اللي انت حطيتها ممكن الترمبه تتاكل او تودع. رابع حاجه، الزيت مع الوقت مع استخدامه في موتور عربيتك بيكون طبقه رقيقه جدا من الكربون على المعدن بتاع الموتور من جوه، والطبقه دي بتساعد في تقليل الاحتكاك، وده بيبان جدا في استهلاك البنزين في العربيات الزيرو بعد التليل. الفلاش بقى بيزيل الطبقه دي بالكامل، وده بيخلي الاجزاء المعدنيه تحتك ببعضها زياده، خصوصا لو الزيت اتاخر في ان هو يوصل لها. طب ازاي بقى الفلاش يتعمل صح، وامتى تعمل فلاش وامتى ما تعملش؟ الاسئله دي هنجاوب عنها في الجزء الثاني من الفيديو عشان ما نطولش عليك. اعمل لايك وشير واستنى الفيديو بتاع بكره.